السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنضرب لكم واحد الخبر حصري، يعني خبر عاجل يفيد ان لاعب بوفال للاسف لن يكمل مشوار منافسات كأس افريقيا بالكوديفوار نظرا لاصابته وبطبيعه الحال لم يقم الطاقم الفني والطاقم الطبي. بطبيعه الحال الطاقم الطبي ما قدرش انه يعني يقوم بالعلاج ديالو في اقرب وقت والرجوع الى المنافسه من اجل اللعب في الدور الثمن النهائي والدور الربع النهائي. بطبيعه الحال يعني احنا كنعرفوا ان اللاعب بوفال بطبيعه الحال واحد الميزه، خاصكم تعرفوا ان اللاعب بوفال كيعطينا اختراقات على الجهه اليسرى، يقوم بالتوغل اكثر في منطقه الجزاء يعني يعني هذا اللاعب يعني كيتعتبر من اهم الركائز ديال اللي كيعتمد عليه المدرب وليد الركراكي. يعني هذا اللاعب اللي كيعطيك مراوغات، يعطينا مراوغات بطبيعه الحال من ناحيه حتى من لعب عرضيات، يعني في المراوغات في الصراعات الفرديه. اذا هذا اللاعب بطبيعه الحال سيحدث واحد الفارق في تشكيله المنتخب الوطني المغربي. ولكن حنا كنعرفوا بطبيعه الحال يعني كره القدم تكون يعني المنظومه الفريقيه اللي كتحكم، ماشي غير لاعب واحد، لان بطبيعه الحال كاينين تعويضات، يعني غادي يتم تعويض هذا اللاعب ديالو برومبلاسون يقدر يترومبلاصا يعني بالامين لاعب امين عدلي، ولكن امين عدلي كيلعب اكثر على الجهه اليمنى، يعني كيعوض اللاعب زياش. نقدروا نشوفوا اللاعب الزلزولي، يعني الزلزولي يعني هو اللي كيعتمد عليه المدرب وليد الركراكي. الزلزولي يعني يرتكب بعض المرات اخطاء في المراوغات، ما كيتوغلش اكثر في منطقه الجزاء، ما كيسددش باكثر دقه من خارج منطقه الجزاء. ولكن الجانب اللي مزيان فيه هو انه كيعطي واحد التنشيط هجومي على الجهه اليسرى. اذا هذا الشيء يفيد ومهم جدا يعني بالنسبه للفريق المنتخب الوطني المغربي. حنا كنعرفوا ان بطبيعه الحال اي لاعب بطبيعه الحال عنده كاين الشونجمون ديالو، يعني كنشوفوا الكعبي يعني كيرومبلاسي بطبيعه الحال اللاعب نصيري، يعني كنشوفوا اللاعب زياش كيترومبلاسا باللاعب امين عدلي بطبيعه الحال انا افضل هذا اللاعب لماذا؟ لان كراي شخصي ديالي كنشوف ان امين عدلي يعني كيعطي حلول هجوميه اكثر، يعني يقدر يعوض اللاعب زياش، يعني لم يستوى من ناحيه في الطريقه كيفاش كي التحولات الهجوميه كيمتلك الكره اكثر، ما كيضيعش الكره اكثر، كيلعب تمريرات حاسمه سامحه للتسجيل. اذا هذا امر مهم جدا وكيشكل فارق كبير بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. بالنسبه اليوم غنعطيكم واحد نظره عامه على تشكيله المنتخب الوطني المغربي من نقاط القوه ديالو والضعف، وما السبيل للفوز على منتخب جنوب افريقيا. اذا فركزوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله غادي تستافدوا منه. بطبيعه الحال الخطه اللي كيعتمد عليها المدرب وليد الركراكي هي 4-5-1. حنا كنعرفوا بطبيعه الحال في اجواء كاس افريقيا يعني تكون الرطوبه عاليه ودرجه الحراره عاليه، كيطلب واحد المجهود بدني كثير. اذا ملي كيكون التراجع الدفاعي اكثر ومني فريق الخصم كيمتلك الكره وكيستحوذ الكره وكيبحث على المساحات يلعب تمريرات عنده واحد النجاعه هجوميه، وبالنسبه للمنتخب الوطني المغربي كيتراجع اكثر، اذا كيجري من وراء الكره اكثر، كيغطي المساحات، اللاعبين كيتحركوا لا سوى في وسط الميدان. امرابط يقوم بلعب ارتكاز، كيلعب واحد التوازن تكتيكي في الادوار الدفاعيه وكذلك في الادوار الهجوميه. اللاعب املاح يقوم بالدور الدفاعي اكثر، كذلك حتى اللاعب ريتشاردسون، يعني هذاك اللاعب اللي بطبيعه الحال انا ما عرفتش بطبيعه الحال منين جا، يعني من اي الفريق اللي كيلعب فيه في الدوريات الاوروبيه، ولكن هذا اللاعب ريتشاردسون كيعطي الدور الدفاعي اكثر من الدور الهجومي، حتى كذلك الدور القامه ديالو. يعني هذا اللاعب يقدر انه يقطع الكرات في وسط الميدان اذا كانوا شي كرات عاليه، حتى بالنسبه يعني التحركات ديالو كيتحرك بطريقه جيده، كيعطي تمريرات يعني ماشي مظهرش واحد المستوى عالي من ناحيه التمريرات الهجوميه، وكذلك من ناحيه بناء اللعب وكذلك بافتكاك الكره في وسط الميدان. اذا فبطبيعه الحال اللاعب ريتشاردسون حتى هو كيعوض اللاعب املاح، ولكن من الركائز ومن نقاط القوه ديال المنتخب الوطني المغربي هي على الاظهره. هذه خصكم تعرفوها وخصكم تدخلوها لدماغكم هنا. علاش؟ حيت المنتخب الوطني المغربي ما عندوش واحد اللاعبين واحد
واحد الكاليتي طالعه بزاف باش يخرج من الضغط ويخرج من الضغط العالي اللي كيجبروا عليه الفريق الخصم في الثلث الاخير من الملعب من 30 متر حتى 40 متر. اذا الفريق المنتخب الوطني كيلعب تمريرات قصيره من ناحيه الجهه اليسرى الجهه اليمنى، يعني تبادل الكره الجميل بين اللاعب يحيى عطية الله وكذلك اللاعب الزلزولي او بوفال وكذلك اللاعب بطبيعه الحال املاح، يعني تبادل الكره جيد في المهارات الثنائيه كيفاش الاختراق على الجهه اليسرى والجهه اليمنى. اذا هذا الشيء مهم جدا. بطبيعه الحال 4-5-1 هذه هي التشكيله، يعني واضح لكم كاع المعلومات اللي غادي ان شاء الله المعلومات كاملين بالنسبه لتشكيله المنتخب الوطني. 4-5-1 في الدور الدفاعي مع احداث تكتل في وسط الميدان. اذا ملي كيكون واحد تكتل في وسط الميدان كتصعب المأمورية على الفريق الخصم انه يخترق من العمق وكيلجا الاظهره. اذا ملي كيلعب في الاظهره هنايا خاص تكون الرقابه لاصقه على الظهير الايمن والظهير الايسر، ما يخليش الهفوات واي ثغره ما تكونش يعني على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى. حنا كنعرفوا اللاعب حكيمي كيلعب دور هجومي اكثر من الدور الدفاعي وكيخلي من وراء ظهره يعني كيخلي فراغات اكثر. اذا يجب اخذ الحذر حذاري ثم حذاري من الفريق جنوب افريقيا، لان الفريق جنوب افريقيا يعني كيتمتع بلاعبين مهاريين، لاعبين متمرسين يجيدون التعامل مع الكره من ناحيه تبادل الكره التيكي تاكا. يعني حنا عارفين التيكي تاكا في كره القدم يعني يعني من اهم الاساليب اللي كتعتمد على الفرق الكبرى، يعني من اجل البحث عن المساحات، من اجل يعني اجبار الفريق الخصم انه يجري من وراء الكره اكثر ويتسلسل بدنيا. علاش؟ ملي كيكون الفريق مستحوذ على الكره اذا هو اللي كيكون مالك مجريات المباراه وكيتحكم في الايقاع ديالها. بالنسبه يعني امرابط يلعب دور التناسق التكتيكي في الدور الدفاعي من اجل افتكاك اغلب الهجمات مع احداث تمريرات متقدمه، يعني متقدمه للامام، يعني من وسط الميدان يفتك الكره في وسط الميدان ثم بناء هجمه. اما على الجهه الظهير الايمن حكيمي ثم الى الظهير الايسر، اذا كيتم تبادل الكره اما على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. اذا ما كاينش عندنا العمق الاكثر، يعني اللاعب مثلا حارث او اللاعب اللي غادي يخترق لك من العمق. اذا عندنا املاح يعني كيخلقوا واحد ثلاثي من الظهير الايسر اللاعب يحيى عطية الله ثم املاح ثم بوفال يعني نظرا للاصابه ديالو ما غاديش يكون غادي يلعب الزلزولي. اذا الزلزولي خاصو يعني بطبيعه الحال هذا اللاعب ما يرتكبش اخطاء بزاف. كنتمناو يا ربي ان شاء الله غدا مع جنوب افريقيا ما يرتكبش اخطاء في المناوغات، لان اي خطا جزئيه بسيطه لا سوى في تمريره قصيره خاطئه او تمريره حاسمه ما غاداش واحد الفيزيون بالنسبه للاعب كيفاش النظره ديالو على الملعب كيفاش كيشوف الثغرات المساحات. اذا اللاعب خاص يكون الحضور الذهني اكثر، لان اللاعب الزلزولي ما عندوش حضور ذهني اكثر، بل بوفال اكثر خبره منه في يعني في من ناحيه الحضور، من ناحيه الحضور الذهني ومن الناحيه البدنيه. يعني كنشوفوا بوفال كيعتمد عليه بزاف المدرب وليد الركراكي، ولكن هذه هي كره القدم، يعني تاتي يعني باخبار مفاجئه واخبار حصريه. بطبيعه الحال اي خبر ان شاء الله راه غادي نحطو لكم في القناه، ما عليكم غير تتابعوا ان شاء الله القناه ديالي، وان شاء الله اي خبر حصري غادي يوصلكم. من نقاط قوه المنتخب الوطني المغربي باش نكمل معكم على الاجنحه في الظهير الايمن ثم الظهير الايسر. هذا الشيء ناقشت معكم فيه. هنا عندي واحد النقطه مهمه غنناقشها معكم اللي غنختم بها. من اسلوب اللعب جنوب افريقيا من لعب كرات طويله. اذا الكرات الطويله اللي كتكون متوجهه للعمق الدفاعي، اذا من الحلول الهجوميه اللي كيعتمد عليها المنتخب جنوب افريقيا اكثر من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كيلعب على الاظهره، بطبيعه الحال افتكاك الكره في وسط الميدان ثم بناء الهجمه اما عن طريق اللاعب امرابط او املاح ثم اللاعب اناحي من ناحيه المهارات الفنيه كيفاش المناوغات. زياش يرجع لوسط الميدان كمهاجم وهمي ويقوم اعطاء مساحه اكثر وحريه اكثر للظهير الايسر اللاعب يحيى عطية الله ثم الظهير الايمن. اذا هذه امور بطبيعه الحال يعني جديه وخاصنا ان شاء الله غدا ان شاء الله نتفائلوا بالخير وان شاء الله يكون خير. والسلام عليكم، شكرا لكم على المشاهده.